بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يا أيها العصاة انتبهوا. أما أنذركم من رحل من الأحباب بالارتحال فجدوا رحمكم الله ما دمتم في زمن الإمهاد. أما والله لو علم الأنام بما خلقوا لما غفلوا وناموا. لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم ساح وهام. يا عبد الله ممات ثم نشر ثم حاشر وتوبيخ وآهوال عظام. مات ها هو قد مضى إلى رمسه وودع يومه وأمسه. ولكن أسألك أنت يا من تسمعني وأقول لك يا نفس توبي من ذنوبك واتقي رب السماء لتغفري بنجاتي. يا نفس ويحك راقبي واقرعي باب الإله وغافر الزلات. يا رب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يا مغرور قف لحظة. أين العدة قبل المنايا؟ أين الأنفة من دار الأدايا؟ أين العزائم أرضيتم بالدنايا؟ إن بلية الهوى لا تشبه البلايا وإن خطيئة الأحرار لا كالخطايا. يا مستورين ستظهر الخفايا. سرية الموت لا تشبه السرايا. قضية الزمان لا تشبه القضايا. ملك الموت لا يقبل الهدايا. لا يقبلها. أيها الشاب ستسأل عن شبابك. أيتها المرأة ستسألين عن أيامك. أيها الكهف تأهب لعتابك. أيها الشيخ تدبر أمرك قبل سد بابك. يا هؤلاء كلكم توبوا إلى الله توبة نصوحا. تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم التحبير في جامع الأمير لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الأحمد. إخواني، إذا نظر الواحد منا إلى صحيفته فإنه يجدها بالذنوب قد جفت وموازينه بكثرة الذنوب قد خفت. عبد الله أما رأيت كفا عن مطامعها كفت. عبد الله أما عاينت أبدان المترفين وقد أدرجت في الأكفان ولفت. متى تهب بك في بحر الوجد ريح الخوف والرجاء. متى تكون في الليل قائما إذا سجى. متى تشارك القائمين في ظلم الدجى. عجبا لمن رأى فعل الموت بصحبه ونسي جزاءه على جرمه وذنبه ونام غافلا على جنبه. أما والله لو علم الأنام بما خلقوا لما غفلوا وناموا. لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم ساح وهام. يا عبد الله ممات ثم نشر ثم حاشر وتوبيخ وآهوال عظام. إنه مشهد جليل عظيم نسأل الله أن ينجينا فيه بفضله ومنه وكرمه. وترى كل أمة
أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون في يوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون إلهي أين يذهب الفقير إلا إلى الغني وأين يذهب الذليل إلا إلى العزيز وأنت أغنى الأغنياء وأعز الأعزاء يا أرحم الراحمين يا رب رحمن يا عين ابكي بالدموع وهاتي لا بد من بعد الحياة مماتي يا عين جودي بالمدامع وذرفي على شباب فات بالغفلات يا عين قد قرب الرحيل وقد دنا يا عين ابكي واسكب العبرات يا عين قد فات الشباب وقد مضى وما قدمت لي حسناتي يا نفس توبي من ذنوبك واتقي رب السماء لتغفري بنجاتي يا نفس ويحك راقبي واقرعي باب الإله وغافر الزلات أين الهمم المجدة أين النفوس المستعدة أين المتأهبين قبل الشدة أين المتيقظ قبل انقضاء المدة إنما أعظكم بواحدة إن العاقل من راقب العواقب والجاهل من مضى قدما ولم يراقب كم يوم غابت شمسه وقلبك غائب وكم ظلام أسبل ستره وأنت في معاصي وعجائب وكم أسبغ الله عليك النعم وأنت على معاصيه تواظب وكم صحيفة قد ملأتها بالذنوب والملك كاتب وكم أنذرك الموت يأخذ أقرانك من حولك وأنت ساهٍ ولاعب كم أنذرك الموت يأخذ أقرانك وأنت ساهٍ ولاعب أفق من سكرتك وتذكر نزول حفرتك تذكر هجران الأقارب وتذكر إنما أعظكم بواحدة يا مغرور انظر لحالي يا من عليه نذر الموت جدور انظر لحالي وهو مستأنس في المنازل والدور مغرور لا بد أن تخرج من الدور والقصور لا بد على الرغم منك والقصور لا بد من الرحيل إلى دار القبور لا بد والتخلي عما أنت به مغرور والطامة والبرية أن ذلك منك على الغفلات والفتور
غافل. غرك والله الغرور بفنون الخداع والغرور. يا مظلم القلب وما في القلب نور. يا مغرور الباطن خراب والظاهر معمور. يا مسوف إنما ينظر إلى البواطن لا إلى الظهور. لو تفكرت في القبر المحفور وما فيه من الدواهي والأمور. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. تب إلى الله. يا من يجول في المعاصي قلبه وهمه. تب إلى الله. يا معتقدا صحته فيما هو سقم. تب إلى الله. يا من كلما زاد عمره زاد إثمه. تب إلى الله. يا طويل الأمل وقد دق عظمه. يا مسوف. أما وعظك الزمان وزجرك ملم. يا مسوف. يا لديغ الأمل قد بالغ فيه سم. يا مسوف. يا قليل العبر وقد تيقن أن اللحد عما قليل يضم. كيف نعظ من لا يعظه قلبه وفهمه. كيف نوقظ من قد نام قلبه لا عينه وجسمه. أما حانت توبتك. أما آنت توبتك. مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا وجاءك منكر ونكير. ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا ذليلا والحساب عسير. وتعلقت فيك الخصوم وأنت في يوم الحساب مسلسل مجرور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. ومن يضلل الله فما له من سبيل. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم كبلتك خطيئتك. محروم. وقيل لابن مسعود رضي الله عنه: ما نستطيع قيام الليل. محروم. قال قيدتكم خطاياكم. محروم. قال الأصمعي: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام فبينما أنا أطوف حول الكعبة الشريفة بالليل وكانت ليلة قمراء إذا أنا بصوت حزين فاتبعت الصوت فإذا أنا بشاب حسن الوجه ظريف الشمائل عليه أثر الخير وله ذؤابتان وهو متعلق بأستار الكعبة ويقول: إلهي وسيدي ومولاي، نامت العيون وغارت النجوم وأنت ملك حي قيوم. إلهي، أغلقت الملوك أبوابها
وقامت عليها خزانها، وبابك مفتوح للسائلين، وهان السائل ببابك مذنب مسكين، جئت أنتظر رحمتك يا كريم. ثم أنشا يقول: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضل والبلوى مع السقم، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضل والبلوى مع السقم. قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم. أدعوك رب حزينا راجيا فرجا، فارحم بكائي إله البيت والحرم. أنت الغفور فجد لي منك مغفرة، واعطف علي بفضل الجود والكرم. إن كان عفوك لا يرجوه غير تقي، فمن يجود على العصين بالنعم. قال ثم رفع رأسه إلى السماء وهو يقول: إلهي وسيدي ومولاي، أطعتك بمنتك فلك الحمد علي، وعصيتك بجهلي فلك الحجة علي، فبإظهار منتك علي وإقامة حجتك علي أسألك أن تغفر ذنوبي. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا، واجعل عملنا مبرورا، سعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوما نلقاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا غافل القلب عن ذكر المنيات، عما قليل ستلقى بين أمواتي، فاذكر محلك من قبل الحلول به، وتب إلى الله من لهو ولذات. لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها، قد آن للموت يا ذا اللب أياتي. لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها، قد آن للموت يا ذا اللب أياتي. أما تذكر ساعة يعرق لهولها الجبين، وتخرص من فجأتها الألسن، وتقطر قطرات الأسف من الأعين. فتذكروا رحمكم الله، فالأمر شديد، وبادروا بقية أعمالكم، فالندم بعد الموت لا يفيد. يا مغرور قف لحظة. أين العدة قبل المنايا؟ أين الأنفة من دار الأدايا؟ أين العزائم أرضيتم بالدنايا؟ إن بلية الهوى لا تشبه البلايا، وإن خطيئة الأحرار لا كالخطايا، يا مستورين ستظهر الخفايا.
سرية الموت لا تشبه السرايا، قضية الزمان لا تشبه القضايا، ملك الموت لا يقبل الهدايا، لا يقبلها. أيها الشاب ستسأل عن شبابك، أيتها المرأة ستسألين عن أيامك، أيها الكهف تأهب لعتابك، أيها الشيخ تدبر أمرك قبل سد بابك. يا هؤلاء كلكم توبوا إلى الله توبة نصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا مريض القلب قف بباب الطبيب، لذ بالجناب دليلا، وقف على الباب طويلا، واجعل جناب التوبة مقيلا، واجتهد في الخير تجد ثوابا جزيلا. قل في الأسحار أنا تائب وقد أقبلت إليك أطلب المواهب، ونادي في الدجى قد قدم الغائب. تضرع والتجئ واصرخ. قل في الأسحار يا إلهي ويا مولاي ويا رجائي ويا ملاذي، اعف عني وأقل عسرتي يا غياثا لملمة الزمن. يا إلهي اعف عني وأقل عسرتي يا غياثا لملمة الزمن. لا تعاقبني فقد عاقبني ندم أقلق روحي في البدن. إن تؤاخذني فمن ذا أرتجي وإذا لم تعف عن ذنبي فمن. عباد الله تذكروا الفراق والتفاف الساق بالساق. تذكروا واذكروه واجعلوه الهم الأكبر. عباد الله أما سمعتم قول الله كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. تذكروا أعدوا العدة ليوم الرحيل أعدوها واستعدوا. تذكروا الأهوال والجنة والنار. تذكروا وأعدوا لها التوحيد والطاعة. استعدوا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله قال الله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم
أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه؟ قال قتادة حين بلغه: بلى وعزة ربنا. وروي أنه لما ماتت زوجة الفرزدق الشاعر المعروف حضر جنازتها الحسن البصري رحمه الله، فقال للفرزدق: ما أعددت لمثل هذا اليوم؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 60 سنة. فلما دفنت زوجته أنشأ يقول: أخاف وراء القبر إن لم يعافني أشد من القبر التهابا وأضيقا. إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدق، لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول القلادة موثقا، يساق إلى نار الجحيم مسربلا سرابيل قطران لباسا محرقا. إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا. عبد الله، في ذلك اليوم تتمنى لو أن تعود للدنيا لحظة واحدة لتعمل فيها عملا صالحا، ولكن لا ينفع الندم ولا ينفع التمني حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عباد الله، أما سمعتم قول الله: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. أما سمعتم قول الله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يا عباد الله، تدبروا القرآن المجيد فقد دلكم على الأمر الرشيد. تدبروا وأحضروا قلوبكم لفهم الوعد والوعيد. ولازموا طاعة ربكم، هذا شأن العبيد. انتبهوا واحذروا من غضبه، فكم قصم من جبار عنيد. أين من بنى وشاد وطول وتأمر على الناس وشاد في الأول وظن جهلا منه أنه لا يتحول. هيهات عاد الزمان عليهم سالبا ما خول. فسقوا إذ فسقوا كأسا على إهلاكهم عول. فيا من أنذره يومه وأمسه وحادثه بالعبر قمره وشمسه. استلب منه ولده وأخوه وعرسه، وهو يسعى إلى الخطايا
البرايا مشمرا وقد دنا رمسه. أما علمت أنك مسؤول الزمان؟ مشهود عليك يوم تنطق الأركان. محفوظ عليك يوم أن فعلت في زمن الإمكان. محاسب على خطوات القدم وكلمات اللسان. مات ها هو قد مضى إلى رمزه وودع يومه وأمسه، ولكن أسألك أنت يا من تسمعني وأقول لك أين من أدرك مقامات المقبولين؟ أين من حث مطاياه خلف المشمرين؟ أين المتأهب لأفزاع يوم الدين؟ أين المتصف بصفات أهل اليقين؟ لله درها، فلله در نفوس تطهرت من أدناس هواها، لله درها، وتدرعت لباس الصبر عن عاجل دنياها، لله درها، وشغلها ما رأى القلب عما رأت عيناها. هنيئا لهذه النفس سهرت تطلب رضا المولى فرضي عنها وأرضاها. هنيئا لهذه النفس برضا ربها، هنيئا لها إذ نجت وحظيت بهذا الرضا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. يا الله يا رب عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفا، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا. حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا. رب اعف عنه وعافه فلأنت أولى من عفا. يا رب رحمن، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يا رب رحمن، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين ماتوا يشهدون لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا منك وغفرانا. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم من كان منهم مسرورا فزده سرورا وحبورا، ومن كان منهم معذبا منهوفا فبدل حزنه فرحا وسرورا. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا خير الغافرين، برحمتك يا أجود الأجودين، برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، ثبت على الصراط أقدامنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا،
اللهم يا ذا الجلال والإكرام تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المسكين وندعوك دعاء الخائف الضرير ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. اللهم أنزل علينا جميعا توبة صادقة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واجبر كسر المكسورين يا رب العالمين. اللهم آمين آمين آمين. قال رجل لداود الطائي رحمه الله تعالى: قد عرفت ما بيننا من القرابة فأوصني. وصية. فبكى داود رحمه الله وقال: يا أخي إنما الليل مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى تنتهي بهم إلى آخر سفرهم، فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لسفرك فافعل. فإن انقطاع السفر عن قريب والأمر أعجل من ذلك. فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك. فكأنك بالأمر قد بغتك. إني لأقول لك هذا وما أعلم أحدا نشد تضييعا مني لذلك. كيف يطمئن إلى الدنيا من رأى سرعة الانتقال، وكيف يطمع في المقام من يرى تقلب الأحوال. يا أيها العصاة تتبعون الشهوات وهي خيال، وتحملون أوزارها وهي ثقال، وتتعللون بالتسويف والآمال، وتبارزون بالمعاصي ذا الجلال. يا أيها العصاة انتبهوا. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. يا أيها العصاة انتبهوا. أما أنذركم من رحل من الأحباب بالارتحال، فجدوا رحمكم الله ما دمتم في زمن الإمهال. أخي راجع نفسك ولا تطع هواك فتردى، ولا تعبث بها فتشقى. أرغمها وجاهدها على الطاعة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيقظها من الغفلات، أيقظها من السبات، أيقظها قبل أن يقال مات، وقبل أن يقال كم نصح المسكين فما قبل النصح، كم دعي إلى المصالحة فما جاب الصلح، كم شاهد الواصلين فيه وهو متباعد، كم مرت به زمر السائرين القائمين وهو قاعد، حتى إذا ضاق به الوقت وخاف المقت ندم على التفريط حيث لا ينفع الندم، وطلب الاستدراك في وقت العدم. أخي أتترك من تحب وأنت جار، وتطلبهم وقد بعد المزار، وتبكي بعد نئيهم اشتياقا، وتسأل في المنازل أين ساروا، تركت سؤالهم وهم حضور، وترجو أن تخبرك الديار، فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار. عباد الله استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله،
استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. عبد الله في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عبد الله لا تلتفت للدنيا فإنها دار ممر وغرور. عبد الله لا تفتح لها بابا فإنك إذا فتحته فتحت لك 100 باب. والدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. عبد الله تخير فيها جليسا صالحا يدلك على الخير ويحذرك من الشر. أخي صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته فالطبع مكتسب من كل مصحوب كالريح آخذة مما تمر به نتنا من النتن أو طيبا من الطيب. ما أجمل الأخوة في الله فإنها تعينك على الخير وتوصلك منزلة يغبطك فيها النبيون والصديقون والشهداء وحسن أولئك رفيقا. تب إلى الله ولا تقنط من رحمته وكن واثقا به ليغفر ما تقدم من ذنبك وما تأخر. عبد الله لم تسمع قول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أخي يا من في غيه سادر وبنفسه غادر اعلم أنك في يوم مغادر إلى ظلمات المقابر فعد إلى ربك فإنه القاهر القادر واعلم أنك إن لم تطعه فإنك خاسر. أخي عد إليه وقل أنا عزيز بالطاعة ذليل بالمعصية حينها اعلم أن الجنان مآلك وقرارك واعلم أن دين الله عزيز ومهره عزيز لأنه تنزل من عند العزيز. مهره صلاة وقيام وعبادة وإحسان وصدقة وبر ومعروف وذروة سنامه الجهاد. فإن كنت راغبا في الجنان وفي الحور الحسان فواصل الطريق ولا تتخطف كالدنيا بملذاتها ولا تتزوج الدنيا فإنه من تزوجها قتلته في ليلة زفافه. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري ولا أنت تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هي ميتة واحدة فلتكن في سبيل الله. أخي إن الله يدعوك فاستجب له وأقبل عليه فإنه غفور رحيم. يا الله يا من إليه جميع الخلق يبتهل وكل حي على رحماه يتكل. يا من نأى فرآ ما في القلوب وما تحت الثرى وحجاب الليل منسدل. يا من نأى فرآ ما في القلوب وما تحت الثرى وحجاب الليل منسدل. يا من دنا فنأى عن أن يحيط به الأفكار طرا أو الأوهام والعلل. أنت المنادى به في كل حادثة وأنت ملجأ من ضقت به الحيل. أنت الغياث لمن سدت مذاهبه أنت الدليل لمن ضلت به السبل.
إنا قصدناك والآمال واقعة عليك والكل ملهوف ومبتهل فإن غفرت فعن طول وعن كرم وإن سطرت فأنت الحاكم العدل. سبحانك سبحانك يا علي يا عظيم يا الله، يا باري يا رحيم، يا الله، يا عزيز يا جبار، يا حي يا حليم. سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها، سبحان من سبحت له الجبال بأصواتها، سبحان من سبحت له البحار بأمواجها، سبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها، سبحان من سبحت له النجوم بأبراقها، سبحان من سبحت له الأشجار بأصولها. سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. خلقنا للحياة وللممات ومن هذين كل الحادثات ومن يولد يعيش ويمت كأن يمر خياله بالكائنات وما أهل المرء في أيدي الرواقي كنعش المرء بين النائحات وما سلم الوليد من اشتكاء فهل يخلو المعمر من أذات يا الدنيا قتال نحن فيه مقاصد للحسام وللقناة وكل الناس مذكور إليه كما دفع الجبال إلى الثبات نروع ما نروع ثم نرمى بسهم من يد المقدور آتي نروع ما نروع ثم نرمى بسهم من يد المقدور آتي. عبد الله، اجعل حياتك نعيما ولا تجعلها جحيما واصبر على الطاعة فإن الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات. أخي إن كانت الدنيا غرور وملذات فالجنة عرضها كعرض الأرض والسماوات. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عبد الله، اجعل لسانك رطبا بذكر الله واجعل مقالك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عبد الله، حاسب نفسك قبل أن تحاسب وزن أعمالك قبل أن توزن وجاهد نفسك وقل لها كفى يا نفس ما كان كفاك هوى وعصيانا كفاك ففي الحشا صوت من العصيان ما بان أما آن المآب بلى أما آن المآب بلى بلى يا نفس قد آنا أما آن المآب بلى بلى يا نفس قد آنا. عبد الله، قد آن المتاب والمآب فكن مستعدا ليوم الحساب بصدقة وصلاة وصيام وقيام. عبد الله، قد أطلت عليك
الكلام، وأنت بالتالي لا تكثر الملام. عبد الله، هذا قليل من العتاب لنستعد ليوم الحساب. إذا ذهب العتاب فليس ود، ويبقى الود ما بقي العتاب. إذا ذهب العتاب فليس ود، ويبقى الود ما بقي العتاب. مجيب السائلين حملت ذنبي، وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك. دعوتك يا مفرج كل كرب، ولست ترد مكروبا دعاك. دعوتك يا مفرج كل كرب، ولست ترد مكروبا دعاك. وتوبت إليك توبة من تراه غريقا في الدموع ولا يراك. وتوبت إليك توبة من تراه غريقا في الدموع ولا يراك. اللهم يا من لا يحييك سائل ولا ينقصك نائل، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من خزائنه ملأى لا تغيضها النفقة، يا من سبقت رحمته غضبا، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يا من يغضب إذا ترك سؤاله، يا من تتابع خيره ونواله. اللهم من علينا جميعا بتوبة صادقة، اللهم من علينا جميعا بتوبة صادقة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان. اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، يا من يعطي الكثير ويقبل العمل اليسير ويفرح بتوبة العاصي. لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما، على كل حال حمد فان لدائم. سبحانك اللهم تسبيح شاكر بمعروفك المعروف يا ذا المراحم. فكم لك من ستر على كل خاطئ، وكم لك من بر على كل ظالم. وجودك موجود وفضلك فائض، وأنت الذي ترجى لكشف العظائم. وبابك مفتوح لكل مؤمل، وبرك ممنوح لكل مصارم. فيا فالق الإصباح والحب والنوى، ويا قاسم الأرزاق بين العوالم، ويا كافل الحيتان في لج بحرها، ويا مؤنسا في الأفق وحش البهائم، ويا محصي الأوراق والنبت والحصى، ورمل الفلا عدا وقطر الغمائم. إليك توسلنا بك اغفر ذنوبنا، وخفف عن العاصين ثقل المظالم. وحبب إلينا الحق واعصم قلوبنا من الزيغ والأهواء يا خير عاصم. ودمر أعادينا بسلطانك الذي أذل وأفنى كل عات وغاشم. ومن علينا يوم ينكشف الغطاء بستر خطايانا ومحو الجرائم. وصل على خير البرايا نبينا محمدا المبعوث صفوة آدم. تم هذا العمل باستوديو القادسية.